السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ عبير. النهاردة زي ما انتم شايفين كده هنعمل ايه؟ قلنا ايه، نرفع عن نفسنا شوية. عمال نعمل اكلات اقتصادية كتير، فالنهاردة ايه، قلنا نبر عن نفسنا شوية. النهاردة هنعمل مع بعض السمك المكارين. هنعمله النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنعمله صينية. مقاديرنا ايه النهارده؟ معانا ايه، كيلو سمك مكاريل زي ما انتم شايفين كده، غاسلينه ومنضفينه جامد جدا. انا جبته ونضفته في البيت، ما نضفتوش عند السماك. اهم من ده كله ان وانتي بتنقي السمك او بتشتريه من عند بتاع السمك، تكون الراجل اللي انتي بتجيب منه واثقه منه جدا. يعني السمك المكاريل ده في ناس بيغشوه كتير، بيدولك على انه سمك مكاريل بس مش هو سمك مكاريل. زي ما قلت لكم معانا كيلو سمك. طبعا ايه البوكيه جرنيه بقى اللي هنحطه تحتيه بقى زي ما انت عاوزه بقى، حطي اللي انت عاوزاه كله. معانا فلفل بقى احمر واخضر والوان، ومعانا طماطم، معانا جزر، معانا بصل. طبعا معانا ايه التتبيله بتاعتنا بتاعت السمك، توم، ومعانا ليمون، ومعانا طبعا ايه كمون وكزبره وملح وبابريكا. اول حاجه هنعملها، طبعا احنا زي ما قلت لكم شاطفينه كويس جدا ومنضفينه زي ما انتم شايفين كده زي القشطه كده. وطبعا ايه مقطعينه قطع زي يعني شكينه بالسكينه كده شكه كده، هو بسيط عشان نحط التتبيله جوه ايه السمكيه، تبقى السمكيه كلها ايه مملحه وحلوه كده. اول حاجه هنعملها هنعمل ايه، هنعمل التتبيله بتاعتنا. هنحط الثوم بتاعنا ايه كده اهو بالشكل ده كده، وهنحط ايه قرن فلفل احمر جميل زي ده كده، هنقطعه بالشكل ده كده. كفايه كده. وهناخد ايه برضو ايه قطعه خضراء من ايه من الفلفل الاخضر برضو. وهنحط ايه، ننزل بايه زي ما قلت لكم، هننزل بملح، معلقتين ملح كده حلوين. وهننزل بايه بكزبره، معلقه كزبره برضو حلوه كده محترمه. وهننزل بمعلقه بابريكا. وهننزل بايه بمعلقه طبعا السمك يعني كمون، وهننزل بمعلقه كمون حلوه كده. هنضرب بقى المكونات دي كلها، وهنحط طبعا معانا خل، نحط معلقه خل، ومعانا ليمون، ومعانا طبعا ايه معانا زيت. هنضرب بقى ايه الخلطه دي الجميله دي كلها مع بعض كده ونرجع تاني. هنا بقى خلصنا التتبيله زي ما قلت لكم، ضربناها ضربه جامده جدا في الكبه. هنتبل السمك الاول قبل ما نقطع الايه الخضار اللي احنا هنحطه تحتيه. نحطه بالشكل ده كده، نتبل السمك بقى من جوه ومن بره بالشكل ده كده. من اليمه التانيه برضو الفتحات اللي انا عاملاها دي برضو هنتبله كده اهو. برضو هنمسك السمكه التانيه كده، نحط برضو ايه في الفتحات كده، ون ايه وننهي السمكه كلها بالشكل الجميل ده كده. مش قادره اقول لكم ريحه التتبيله بجد روعه. هنعمل بقى السمكه الاخيره كده بالشكل ده كده برضو. وبعد كده نقطع ايه الخضار بتاعنا عشان ايه نشوف هنعمل معاه بعد كده ايه. خلاص كده. هنا بقى هنقطع الخضار بتاعنا زي ما قلت لكم. هنقطع بقى الفلفل زي ما انت عاوزاه بقى، شرايح، عاوزاه مكعبات، اللي يريحك اعمليه. انا هعمله ايه بالطول كده اهوت، صوابع كده بيبقى شكله جميل في التقديم كده اهو بالشكل ده كده. طبعا احنا غاسلين الخضره دي كويس جدا بميه وخل عشان لو فيها اي حاجه. طبعا لو عايزه تحطي بطاطس مفيش مشكله، بس انا ايه اكتفيت بالخضار ده كفايه قوي كده. والفلفل الاحمر برده هنقطعه برده شرايح بالطول كده كده اهوت. الفلفل والخضار بيدي طعم جميل جدا للسمك بالذات الصينيه.
برضو انا مقطع البصل برضو كده زي ما انتم شايفين كده، برضو شرايح برضو كده اهوت، عشان ما نقطعهوش رفيع، والرفيع هتتحرق مننا واحنا بنسوي ايه السمك. بالشكل ده كده شرايح. هنجيب بقى الطبق ايه ونحط ايه الخضار بتاعنا في طبق زي ده كده اهوت، عشان ايه هنحط عليه التتبيله ونقلبها كويس جدا. يعني عايزين كل حاجه تبقى التتبيله معانا، السمك والخضره اللي احنا هنحطها تحتيه. انا كان نفسي اجيب كرفس بس انا ما لقيتوش، فقلت مش مشكله. برضو ايه الجزر هنقطعها حلقات كده، اللي الحاجات اللي احنا هنحطها دي هي اللي هتحمي السمك ما يتحرقش مننا من تحت. هنقطعها حلقات بالشكل ده كده. برضو الطماطم هنقطعها برضو حلقات، ارمي دي حلقات بالشكل ده كده. وكلي بقى احلى صينيه السمك بجد والله خرافه. زي ما قلنا طبعا السمك ده مفيد جدا، يعني في نظري انا احسن من البولتش. هنقطعها برضو حلقات كده بالشكل ده كده. قطعنا الخضره بتاعتنا كلها زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. هنحط بقى ايه معلقتين كده من التتبيله الجميله اللي احنا عاملينها دي ونقلبها. زي ما قلت لكم لازم نطعم كل التتبيله بتاعتنا بالشكل ده كده. يعني بجد هتسيب السمك وتاكلي التتبيله من طعمتها وجمالها. هنقلب كده بالشكل ده كده. وهنجيب بقى صينيه. هنا بقى جبنا الصينيه وهننزل بايه بنص الكميه بتاعتنا تحت السمك، والنص التاني هنحطه ايه فوق السمك. يعني هنعمل ارضيه كده للسمك كده. نفرد بقى الطماطم والحاجات الجميله دي كده بالشكل ده كده، وبعدين نرص السمك ايه فوقيه. نحط الجزر كده في القعر عشان يستوي كده ويحمر يبقى جميل. خلاص كده حطينا نص الكميه. ايه هنحط السمك بتاعنا بقى بعد ما تبلناه بالشكل الجميل ده كده. ننزل بالتتبيله برضو، مش عايزين نسيب اي حاجه. وهننزل بقيه الخضار اللي احنا ايه مقطعينه فوق السمك بالشكل ده كده، يعني فوق وتحت بالشكل ده كده. ما ننساش طبعا هنحط زيت. عاوز يتاكل قبل ما يستوي بجد والله من ريحته وشكله. طبعا هنجيب بقى ايه الزيت بتاعنا وهننزل ايه على السمك برضو كده اهو، معلقتين 3 زيت مش كتير. احنا طبعا عايزين ايه نوفر شويه كده اهو، كفايه كده. وهنجيب بقى ايه ليمونتين كده 3 كده ايه مقطعينهم ايه شرايح كده بالشكل ده كده، ونحطهم كده فوق الوش. حاجه بسيطه كده للتزيين. هنروح بقى نحطه ايه على درجه حراره 180. هنولع من تحت. اول ما يستوي من تحت هنولع الشوايه ياخد اللون اللي هو الذهبي الجميل. هنروح على الفرن ونحطه، واول ما يطلع اوريهولكم. ده بقى شكل السمك بعد ما طلع. طبعا زي ما قلت لكم شغلنا الاول من تحت لغايه ما خد لون من تحت، وبعد كده شغلنا الشوايه عليه لغايه ما خد اللون الجميل ده الذهبي. طبعا السمك مستوي جدا زي ما انتم شايفين كده. بصوا تحفه تحفه، وريحته ملهاش حل بجد، وطعمه جميل جدا. هندوق حته قطعه كده ونقول راينا ايه. جميل جميل جميل. اعملوه بالطريقه دي جميله مش تندموا.
طبعا لو عجبكم الفيديو متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلوك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.